السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي ثم تصلوا على النبي. في آخر الفيديو فيه توقع صادم، أنا بصراحة ما كنتش أتوقع إن أنا أسمعه من ليلى عبد اللطيف عن زعيم دولة عربية. مهم جدا إن انتوا تسمعوا. دي أول حاجة. تاني حاجة، في فيديو أنا عملته كان مكتوب عليه إن المغرب ستختفي عن العالم نهائيًا. والله أنا واجهت هجوم كبير جدًا من جمهوري المغربي. أول حاجة أنا باعتذر عن العنوان ده، لإن العنوان ده أنا كان مفروض إن أنا أقول إن أنا جِبته من عند قناة جزائرية ناشرة توقُّع عادي جدًا للمملكة المغربية. ممكن يكون في بعض الحاجات البسيطة يعني اللي بتتوقعها ليلى عبد اللطيف عن المملكة المغربية بسيطة، يعني زي هَزّ أرضية، حاجات بسيطة زي كده. وكان مكتوب على الفيديو من برّه نفس العنوان اللي أنا كتبته، بس أنا كتبته بغرض إن أنا أورّيكم إيه اللي بيتكتب في القنوات الجزائرية. حضراتكم لو عايزين طبعًا اسم القناة أنا ممكن أسيبه عادي جدًا، ما فيش مشكلة. أنا بس ما حبيتش أحطه علشان ما أكونش باعمل مشكلة لحد، وأنا باعتذر طبعًا لجمهوري وأهلي في المغرب. أنا مش قصدي إن أنا اللي أكتب يعني الكلام ده مش على لساني. أنا طبعًا باتمنى للمملكة المغربية كل خير. المغرب مرة جديدة للأسف إلى هزة أرضية، وأتمنى أن تمر على خير وسلام. لننتظر في المغرب زلزالين مرعبين، وبعد كسوف الشمس وخسوفها في هذا رمضان العالم كله سيتغير نحو الظهور العظيم. المطر بقوا بيقدروا يعملوه، البراكين يقدروا ان هم يقوموا باستثارتها، الزلازل ممكن ان هم يقوموا بصناعتها. ومع احترامي لكل العلماء اللي بيقولوا ان ما فيش الكلام ده، لا، الابحاث موجوده ولو عايزينها يتفرجوا عليها على النت بالاجهزه اللي بتقوم بصناعه الكلام ده. مش هنحط راسنا في الرمل ونخاف ونقول بيعملوا البراكين وبيعملوا الزلازل وبيغيروا المناخ، بيعملوا كل حاجه في العالم دلوقتي، بيعبثوا في العالم تماما، لان ده اللي مقصود دلوقتي في 2025. طب انت كده سبت ايه للطبيعه بقى انها تعمله؟ يعني معلش ممكن تقول لي حادثه معينه دي من الطبيعه هي اللي عاملاها؟ الرياح قويه بقى، عاصفه، اي حاجه، قول لي اي حاجه، ولا انا كده هقول على كله هم اللي عاملين؟ وصلت دلوقتي لمرحله الشك اصبح قائم لكل شيء. خلاص. ليه؟ لان هو بقى عنده نفس التكنولوجيا اللي كانت بتعمل. يعني هقول لك حاجه بسيطه، هضرب لك مثال بسيط. حاليا دلوقتي الدول بتقوم بالاستمطار، انت هتبقى واقف كده والمطره بتمطر، هتعرف منين اذا كان ده صناعي ولا طبيعي؟ في ابحاث طلعت اتقال. برافو. لا مش قصدي انا واقف تحت المطره والمطره مغرقاني، انا هعرف منين؟ انا مش هعرف، بس هم طلعوا وقالوا انه في استمطار احنا بنعمله. يعني في بهدف ايه؟ بهدف الاستصلاح الزراعي، جميل. بهدف الحاجات الحلوه كلها. بقوا بينزلوا مطره. انا دلوقتي واحد مربي معزتين وماشي بيهم في الصحراء، انا دلوقتي لما اشوف مطره نازله انا هحلل بقى دي طبيعيه ولا صناعيه؟ انا هقول الحمد لله الدنيا جميله وفي مطره. هو ده اللي انا قصدي اقوله لك، ان احنا ما بقيناش نقدر نحدد الكوارث دي حقيقيه ولا لا. الامطار دي صح ولا لا؟ البراكين دي حقيقيه ولا هم اللي عاملينها؟ الزلازل. بلاش تخليني اقول لك ان اللي جاي اصعب. عندي توقع المغرب حيكون شويه قاسي. في سنه 2026 في اكثر من محافظه مغربيه حتعرق بسبب الامطار والسونامي اللي حيضربها. اكثر من محافظه حتغرق. تسونامي في المغرب؟ سونامي وزلازل وامطار غزيره. اكثر من محافظه مغربيه حتغرق الفتره المقبله في الماء ب 2026. يا رب توقعات ألن ما تبقاش مظبوطة عن المغرب، لأن يعني أنت بتخوفني. هو مجرد توقع يا ألن، أنت بتخوفني يا ألن من اللي جاي. 26 غير متفائل فيها أنا. سنشهد حكما بالإعدام يطال عبد المجيد الدون، وذلك بسبب جريمة تهز العالم، وسيتم الحكم عليه بالإعدام شنقا. نشوفها على شاشة التلفزيون.
زي ما شفتوا معانا اخواتنا المغاربة الفترة الأخيرة سمعنا كلام كتير عن توقعات بتتقال هنا وهناك وملت السوشيال ميديا، يعني من بينها توقعات ليلى عبد اللطيف عن المملكة المغربية. بعض الكلام اللي قالته كان فيه أشياء مقلقة جدا وأشياء سلبية، لكن خلونا نتفق كده على حاجة مهمة جدا: التوقعات في النهاية مجرد آراء أو احتمالات، أو زي ما بيقولوا إن هي مخططات، والله أعلم. في ناس تانية زي العالم الصيني ده بيقول إن هي أشياء بتكون مفتعلة، والله أعلى وأعلم. وفي النهاية كذب المنجمون ولو صدقوا، حضراتكم مؤمنين بالله وعارفين كده كويس. وكمان الوارد جدا إن أي دولة أي بلد عربية يحصل فيها كوارث طبيعية، يعني زي ما شفنا كده في القصر الكبير في المملكة المغربية، لكن كمان شفنا مع هذا الكارثة الطبيعية أو هذه الكارثة الطبيعية شفنا تعاون كبير بين المغاربة، حب شعب ما شاء الله راقي ومحترم ومثقف متعاون جدا جدا، يعني خلانا الكارثة الطبيعية دي خلتنا شفنا الحاجات الجميلة جدا اللي بتمتلكها المغاربة واللي هي إنسانيتهم. طبعا هنا المغرب بلد كبير جدا بتاريخ عظيم وشعب قوي، كلنا شفنا ازاي ان المغرب دايما يخرج من اي أزمة بيكون فيها أقوى من الأول. ممكن حتى لما تمر على البلاد بتحديات الشعب المغربي يثبت دائما ان هو شعب صامد امام اي شيء، شعب صبور وقادر على تجاوز الصعوبات، يعني بحبهم لبعض، بالتعاون بتاعهم، بحبهم للملك محمد السادس، بحب الملك محمد السادس ليهم، بإنسانيته تجاه الشعب بتاعه. دي حاجة جميلة جدا. كمان في ناس كتبت لي تعليق غريب جدا في الفيديو اللي فات، قالوا لي: طول ما انتي بتدعي للملك محمد السادس المغاربة مش هيحبوكي، بالعكس هيكرهوكي. انا بصراحة مش عارفة التعليق ده جالي منين وقلقني جدا، لان على طول بشوف عندي التعليقات: ادعوا للملك محمد السادس، احنا بندعي للملك محمد السادس. فبقيت اثبت لكم تعليق ان انتوا تدعوا للملك محمد السادس في هذه الايام الكريمة طبعا او العواشر الكريمة. تعليق غريب جدا ومش عارفة بصراحة ايه مصدره. أما بقى متابعينا الكرام، نرجع عن الكوارث الطبيعية اللي بتحصل في أي بلد زي ما احنا عارفين. الحاجات دي بتكون ابتلاءات، غير كده ان هي بتظهر معادن الشعوب وبتظهر قد ايه تقربهم إلى الله، يعني هم مؤمنين بالله قد ايه، تقبلوا البلاء اللي نزل عليهم ولا لأ. وإن شاء الله أسأل الله العظيم بالعرش العظيم يعني إن المملكة المغربية ما يكونش فيها أي شر وما يصيبش ناسها أي شر ولا أي أذى، لان فعلا انا ما شفتش من المغاربه غير كل خير. تعليقاتهم جميله ومرضيه ولطيفه ومثقفه وحلوه جدا بصراحه. وبحب انقل لكم الاخبار اول باول عن المملكه المغربيه، ولو حد فيكم سمع من ليلى عبد اللطيف توقع وفعلا حصل يكتب لنا ايه اللي بيحصل. بصراحه انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، انا سمعت لها بصراحه توقعات كتيره وحصلت وتوقعات كتيره وما حصلتش. منها اللي حصل الايام اللي فاتت، هي كانت اول الناس اللي قالتها وبالمواعيد وبالتواريخ. وبالنهاية متابعينا الكرام، يقال ان كل ده مفتعل، والله اعلى واعلم. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة.